مساء الفل يا حلوين، كل سنة وانتوا طيبين وعيد سعيد عليكم. أحلى فيديو النهاردة من الفيديوهات القريبة من قلبي جدا جدا والعزيزة على قلبي جدا 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 هو فيديو الفسيخ. تعالوا مع بعض النهاردة ننظف الفسيخ مع بعض ونشوف هنعمله ازاي. تعالوا نجيبوا مع بعض الكيس بتاعنا بتاع الفسيخ، بس قبل من الشغل لازم تظبيط الشغل. تعالوا نجيب مشمع ونفرشه على الرخامة، وبعد ما نفرش المشمع على الرخامة نجيب بقى الكيس بتاعنا اللي فيه الفسيخ والرنجة. انا هعمل لكم الرنجة في فيديو تاني. هنشيل طبق الرنجة ده دلوقتي على الجنب ونفتح الفسيخ ونطلعه مع بعض. تعالوا بقى اوريكم تركية بعملها، حاجة كده حلوة قوي بتخلي القشور بتاعت الفسيخ وانا بنضفه ما تفضلش تتطاير وتبهدل لي المطبخ كله، خصوصا هو بيبقى عليه ملح وكده. مهما بتنزلي الملح من عليه برضو بيفضل لسه فيه حبة ملح مع القشور، بيفضل بقى الملح بالقشور تتطاير في كل حتة في المطبخ. وبرضو تقدري تستخدمي نفس الطريقة دي مع السمك. بجيب بقى كيس، اي كيس عندك حط جواه انضيف، احط جواه الفسيخية بالسكينة ونضف كل القشور بتاعه الفسيخه. اخلص الجنبين، وبعد ما اخلص الجنبين اطلع بقى كده الفسيخيه كده وانزل منها كده اي قشور كده كانت عليها او ملح زياده، وامسك بقى المقص بتاعي الحامي واقصقص كل الزعانف بتاعتها. وبعد ما اقصقص الزعانف بتاعتها اقطع الراس بتاعتها، وبعد كده افتح الفسيخيه واقص كمان الديل، وافتح الفسيخيه وكل البطن بتاعت الفسيخ اشيلها وانضفها وارميها في القمامه. وبعد كده اجيب معلقه، انا هنا شلت الورقه لان حسيت ان الورقه مش افضل حاجه، فجبت مشمع تاني وهحط عليه الفسيخ وابدا بقى هجيب بقى هنا معلقه واشيل بقى كل اللحم اللي في الفسيخ بكل سهوله. هو طبعا الفسيخ دايب وجميل وقمر وحلو جدا جدا، وتسلم ايد البنوته اللي عملته. هشيل بقى كده كل اللحم اللي موجود في الفسيخ واحطه في العلبه. انا بحطه في العلبه عشان انا الفسيخ ده مش هاكله عندي في البيت، انا يعني هاخده معايا بره. الف صحه وهنا من اللي ليه نصيب وهياكل منه. ابدا بقى كده اشيل اللحم بتاع الفسيخ واجيب الفسيخه التانية واعمل فيها نفس الكلام بالظبط اللي انا عملته الفسيخه الاولى. بس انا يعني بصراحه ما بعرفش احط فسيخه مطرح فسيخ، فانا لازم الكيس اللي هستخدمه الفسيخيه واحده بس، بقشيراتها بقى بزعانفها براسها بديلها بكل حاجه. بمسك الكيس وبقوم رمياه واجيب كيس تاني مكانه واحط فسيخيه تانية جديده، ونفس الموضوع اعمله تاني واكرره تاني لحد ما اخلص الفسيخ اللي عندي. برضو هنا اتاكد ان هي خلاص نضفت وكله تمام، واقص برضو الزعانف بتاعتي واقص الديل واقطع الراس وانضف البطن بتاعتها كويس جدا جدا، واشيل العمود بتاعها دوت. هو بيتشال بكل سلاسه وبكل سهوله. وانضف لو في اي لحم فيه او حاجه اطلعه، وبعد كده ارميه. وبعد كده نفس الموضوع اجيب المعلقه برضو واسحب اللحم من الفسيخ بالمعلقه، ودي اسرع طريقه تخلصي بيها الفسيخ بتاعك. هو ما شاء الله ما شاء الله، هو ما اخدش مني 10 دقايق، انا خلصت الكميه بتاعتي كلها في 10 دقايق. اشيل بقى هنا المعلقه بتاعتي خلاص بعد ما خلصت كل حاجه. اشيل بقى هنا المعلقه بتاعتي والمقص والسكينه واي حاجه كنت بستخدمها. في معلومه بقى عايزه اضيفها لكم، لو الفسيخ بتاعي حادق اعمل ايه؟ ارميه؟ لا طبعا اوعي ترميه. هاتي زيت وغرقي الفسيخ بتاعك الحادق ده بالزيت وافضلي قلبيه، وبعد كده صفيه من الزيت، يعني ارمي الزيت ده وحطي عليه زيت تاني جديد، وهاتي معلقتين طحينه خام وحطيهم على الفسيخ وقلبيهم مع بعض. كده هيقلل لك نسبه الحدوقيه اللي موجوده في الفسيخ بتاعتك. اجيب هنا بقى كده المشمع، اطبق بقى هنا المشمع كده واحط عليه العلبه بتاعه الفسيخ. وهنا اتاكد كويس جدا ان مفيش في الفسيخ اي شوكه لسه موجوده، احاول اشيلها على طول عشان اي حد ياكل صحه وهنا ياكل على طول من غير ما يلاقي شوكه كده تضايقه او تزاوله. وبعد كده هجيب بقى زيت وانزل بقى على الفسيخ بالزيت، كتري بقى زيت بقى. ما نزلت بكميه الزيت بتاعتي هجيب ليمونتين وعلى السكينه كده واعصرهم كده على السكينه. هو المفروض كنت اعصرها على ظهر السكينه، بس مش مهم، انا ما خدتش بالي وعصرتها على السكينه نفسها، فبسيطه يعني. ويا سلام بقى لو كمان حطيتي على الوش كده رشه شطه او قطعتي قرن فلفل، هيبقى تحفه تحفه تحفه. بس طبعا عشان انا زي ما قلت لكم احنا مش هناكل لوحدينا، في ناس كمان هتاكل معانا، فما كانش ينفع اعمل غير فسيخ كده بالزيت وبالليمون بس. واحنا بقى هناكل الاكل احط بقى جنبه قرن الفلفل بتاعي واخد العيش بتاعي واربع واقعد اكل. وبالف صحه وهنا يا حبايبي، واشوفكم في فيديو جديد على خير. وما تنسوش اللايك والشير. سلام.